الاديان السماويه كلها بتتكلم وبتقول ادم وجوده على الارض ممكن يبقى في حدود ال 10000 سنه. اللي تحت ايدينا دلوقتي ملوش علاقه بسيدنا ادم خالص، وانما هو قبل سيدنا ادم من 300000 سنه. وجدوا هياكل عظميه عمرها 33000 سنه. يا خبر ابيض. العالم كان بيظهر فيه بعض الظواهر الغريبه تحديدا في الصحراء، رسومات غريبه، اشكال هندسيه وخطوط ناسكه وحاجات غريبه جدا. يعني اللي رسم ده علشان حد يشوفه من فوق، كل رسمه من دول هي رمز لمن تم كتابه من اجله. يعني احنا مش هنفهم حاجه. ده انا عايز اقول لك في شكل بوابه نجميه كمان موجود. بوابه نجميه؟ طبعا. طب جايب الاحداثيات منين؟ والنبي يقول للناس دي اي حاجه. لان الامر مهم وهيقودنا فين الله اعلم. الحقيقه الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم هنا في حقيقه ولا خيال عن الكائنات اللي سكنت الارض قبل سيدنا ادم عليه السلام. هل في كائنات مكلفه سكنت الارض ولا لا؟ الموضوع ده لما نزل على السوشيال ميديا حضراتكم تفاعلتوا معاه بشكل كبير جدا جدا، وبقى في حاله كبيره من الجدل. على فكره الجدل ده مش بيننا وبين بعض بس، الجدل ده كمان بين علماء الدين والعلماء المختصين بالجيولوجيا والاثريين، كلهم محتارين هل في كائنات فعلا عاشت قبل ادم ولا لا؟ ده واحد من المواضيع اللي هنتكلم فيها دلوقتي في حقيقه ولا خيال. فرحبوا معايا مره ثانيه بدكتور محمود صلاح. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. الحمد لله حبيبي. طيب قبل ما اخش على موضوع الكائنات اللي كانت قبل سيدنا ادم عليه السلام، لو في كائنات، نروح للجزائر. والجزائر انت كنت جايب لنا احداثيات على يعني تتحط على الموقع بتاع جوجل ماب، ولقينا تفاصيل غريبه جدا جدا جدا. فهمني الموضوع ده والاحداثيات دي جات لك منين الاول؟ ما يهمش احتاجها منين. لا مهم والله العظيم. مش المهم الحدث، المهم موجوده ولا مش موجوده، جت منين، جت ازاي، المهم انها موجوده علشان المشاهد العزيز لما يشوف العزيز يعرف انه مش اي. المشاهد لا ما ينفعش. المشاهد العزيز يعمل حاجه لطيفه، يعرف انه مش حاجه مفبركه. ما انا بقول لك المشاهد العزيز يعمل حاجه لطيفه، يخش يبحث زي ما احنا بنجيب المحتوى. خلاص احنا بنتاكد من المصادر والقناه عندنا وكل شيء قبل ما نعرض اي حاجه بنتاكد منها. طيب العالم كان بيظهر فيه بعض الظواهر الغريبه تحديدا في الصحراء، رسومات غريبه واشكال غريبه واشكال هندسيه وخطوط ناسكه وحاجات غريبه جدا ورسومات غريبه وكانها اشارات. المره دي على بعد 750 كيلومتر من سيفار. 750 كيلومتر من سيفار. هنلاقي قدامنا الشكل اللي هيظهر على الشاشه دلوقتي. تعال نشوف اهو. احنا شايفين ده في الجزائر وفي واحده من الصحارات اللي موجوده هناك. ايه ده بقى؟ انا طبعا بعد ما نعرض ده يعني بطلب بس من الكنترول لو يجيبوا لنا الاحداثيات يحطوها لنا على الشاشه. طبعا الاحداثيات موجوده. عايز اعرف ايه بس ده؟ يعني انا شايف هنا حاجات غريبه جدا جدا، حاجات ترى يعني هنفسر بس المهم دي ترى منين؟ طب معلش يا جماعه والنبي هاتوه من الاول لو سمحت، وزمايلي في الكنترول يا ريت يجيبوه من الاول. طيب عموما هذه الاجسام ترى من السماء مش من الارض. يعني انت ماشي على الارض مش هتشوفها، هتشوفها منين؟ من فوق. توب انجل من فوق. يعني اللي رسم ده رسمه علشان حد يشوفه من فوق، مش من على الارض بتاعتنا. هي دي رسومات طبعا. تمام طبعا رسومات، ومش رسومات وبس. واضح ان الحضارات اللي وجدت على الارض منذ القدم وقبل ما نخش في موضوع ما قبل ادم، هذه الحضارات ما قبل ادم طبعا بوضوح احنا بنتكلم على الاف او مئات الالاف من السنين. خلينا بس ناخد ايه اللي انا شايفه على الشاشه ده. تعالى وبعدين اديني الباك انفو. حلوه، لازم نفسر الموضوع بهدوء للناس. يا ريت. انا عندي على مستوى العالم ظهرت خرائط مشابهه للي احنا شايفينها دلوقتي. زي على مستوى العالم في البيرو موجوده، وفي امريكا موجوده، وفي اغلب الصحاري بتشهد صور زي دي. طيب ايه اللي قدامنا ده؟ ايوه عايز افهم تفسير لكل رسمه من دول. كل رسمه من دول هي رمز يفهم فقط لمن تم كتابه هذه الرموز من اجله. يعني احنا مش هنفهم حاجه من الاخر احنا مش هنفهم حاجه، بس نقدر نفهم. طب ليه اتكتب، مين كتبه والمين. حلو. ببساطه اللي مكتوب ده مكتوب علشان يرى من الفضاء، مش علشان يتم مشاهدته من الارض. دي رقم واحد. يبقى معنى كده ان هذه الرسائل ما احنا شفناها عن طريق الاقمار الصناعيه. ماشي. مش عن طريق ابن خالتي واحنا ماشيين بنتفسح. ماشي. ده موجود في جزء مجهول من الصحراء، بقول لك على 750 كيلو بعدا عن الجزائر. الجزائر اللي فيها كهوف تسيلي، الجزائر اللي موجود فيها رسومات اكتشفها برنان سنه 36
موجود فيها كائنات فضائيه. بلد عظيمه جداً. ومليانه اثار كتير، ومش عايز اخش في انه فيها كائنات فضائيه. انا عايز بس افهم ايه ده، ما ينفعش مكتوب أعديها. لمين؟ ما ينفعش اعديها، لازم اربط اللي موجود في تسيلي يكتمل باللي موجود هنا. يعني ايه؟ يعني الحضاره اللي وجدت في الجزائر من الواضح انها تقدمت تكنولوجيا وتركت اثار ورسائل مشفره لحضارات اخرى. ايه ده؟ ده موجود، دي اللي هي نازكا وزيها كتير. ماشي، ايه ده؟ رمز احنا شايفينه بني ادم، لما هتبعد بالزوم هتشوفه كانه شكل بني ادم. طب مين اللي هيروح للصحراء، صحراء قاحله ولا فيها ميه ولا فيها خضره ولا فيها حاجه، تروح ترسم فيها الاشكال؟ ده انا عايز اقول لك في شكل بوابه نجميه كمان موجود. بوابه نجميه؟ موجوده الصوره بتاعتها برضو، وموجوده على جوجل ايرث اهي. دي مش طواحين هوا دي، صح؟ طاحونه هوا في الصحراء يا راجل، مرسومه على الارض. كل طواحين الهوا في الصحراء يعني، بس لا، هي دي غريبه على ان هي الأرض. مرسومه في الارض. الله ينور عليك. انا عايز بس افهم منك، بوابه نجميه دي اللي هي بتنقل واحد من مكان لحظه لمكان. واحده، شايف الشكل اللي في النص ده ده؟ مرسوم ولا ده مبنى بس؟ لا مش مبنى. شايف الجزء اللي في النص ده؟ الثقه رهيبه. اسمع بس، الجزء اللي في النص اللي في القلب ده، اللي في عندنا 4 أذرع. المروحه هو المروحه هو اللي في اليمن. هو اللي في اليمن. ماشي. انا وهو اللي موجود زيه في البحر في اليمن، في 2 وزيه موجود في العراق. فانت بتقولي دي بوابه نجميه طبعا بتودي حد من مكان للتاني. ظاهريا الصورة قدام الناس، هل هذه الرموز هي شفرات تعمل لتشغيل هذه البوابة النجمية اللي موجودة برضو بالقرب منها؟ جدا، لأن الرموز غريبة. الرموز أحمد دي رموز. يا دكتور انت شايف انه دي الرموز دي لو حد فكها هيعرف يشغل البوابه النجميه اللي جنبها؟ ما هو احنا مش هنعرف نفكها. احنا مش مؤهلين لفهمها اصلا. دي شبه الكتب اللي احنا جبناها قبل كده اللي مش مفهومه. طب ما احنا لو مش مؤهلين ان احنا نفهمها، يبقى احنا مش مؤهلين ان احنا نشوفها، يبقى احنا مش مؤهلين ان احنا نلاقيها. يا جماعه بس عشان حضراتكم تبقوا متاكدين الموضوع حقيقي، دي الاحداثيات موجوده هي على الشاشه، الناس تخش تجرب، تدخلوها على جوجل ماب او جوجل ايرث وتقدروا توصلوا للموضوع ده او للمكان ده في الصحراء الموجوده في الجزائر. عايز ارجع معاك تاني لموضوع الاشكال والرموز. انا شايف هنا حاجه، تعال نبتدي من الحاجه السهله. ايه الحلزونه اللي هناك دي؟ انا شايف حلزون، صح؟ مش تقدر توصل مش تقدر توصل لكونكلوجن واضح. طب دي عرايس شكل عروسه، صح، بس الجزء اللي فوق بتاعها يشبه شويه الفاروخ. بالظبط. شكل يشبه العروسه، اللي جنبها على الشمال ده شكل روبوتي تماما. مظبوط. صح، اللي تحتيه سمكه، لا راس سمكه. اللي فوقيها ده مش ده شكل روبوتي؟ ما هو هنفسرها بقى روبوت. تمام، هناخد بقى افكار، احنا بنفكر مع بعض. ما احنا فجاه لقينا حاجه موجوده في الصحراء. احمد دي في زيها في مصر. اسمع الكلمتين مني واصبر. فين في مصر؟ لما يجي وقتها هعرض لك. يعني ايه لما احنا النهارده بنتكلم عن الجزائر؟ ما يبقى ما تقولهاش. ليه؟ فين في مصر؟ ليه؟ فين في مصر؟ الصحراء كبيره. طب انا هقول لك حاجه. فين في مصر؟ هقول لك بس. قول لي. خلي في ناس شطار قوي بيعملوا حاجه واحده بس. أيوة. بيفتح جوجل مابس وجوجل ايرث ويقعد يشتغل عليه ويقعد يدور. ماشي احمد، في حاجات غريبه الناس مش هتصدقها. في سفن فانت لقيت حاجه في الصحراء تشبه كده عندنا في مصر؟ فين؟ مش انا اللي لقيت كمان، ده باحثين هم اللي جابوها وصوروها وعرضوها كمان، وناس من هواة الفلك هم اللي كانوا بيدوروا في هذه البرامج ووجدوا هذه الاثار موجوده. المشكله انها مش في مصر بس. فين في مصر؟ في الصحراء. ما هي صحراء كبيره. انا خليني اقول لك الغربيه. الله يكرمك. الصحراء الغربيه موجوده في اماكن كتير والله. اقول لك حاجه، الصحراء الغربيه اكبر. اسمع بس، طيارات ودبابات، اقسم بالله طيارات ودبابات موجوده في اكتر مكان على مستوى العالم في الصحراء، لا يعلم احد مصدرها وجت منين واتنقلت ازاي. لا بس ما يتهيأليش عندنا في بلد. ماشي، ما يتهيأليش ابدا. اوكي خلاص. هو ايه اللي اوكي وخلاص؟ هقول لك ايه، اصل الموضوع ده مريب. وبعدين احنا كنا بنتكلم على نازكا دايما ونقول ان دي موجوده في امريكا بس وموجوده هنا بس. هعديها بس. موضوع اللي موجود عندنا في الصحراء ده، ايه اللي قدامنا ده؟ رسموه عشان مين؟ معرفش. مين الحضاره اللي وجدت؟ انت جايب الاحداث. طب جايب الاحداثات منين؟ والنبي يقول للناس دي اي حاجه، والنبي عرفهم اي حاجه. ما اعتقدش الناس بتقعد تتفرج وتقول المصادر. طب حد يقول لنا، طب الدليل. طيب قول لهم حاجه. جايبه منين؟ السيد المشاهد العزيز ليه عندي حاجه واحده، يتاكد ان طالما الامر بامكانه البحث عنه وايجاده ما يلوش دعوه بالمصدر بتاعي. يعني ايه ملوش دعوه؟ يعني ما يخصوش. ما هو الراجل عايز يتاكد. ما هو يخش على جوجل ويتاكد. يا دكتور لا، يعني على فكره الناس بتحط يقول لك المصادر كذا وكذا وكذا. انا بعد الكلام اللي بيقولوه. لا انا مش هحط مصادر ولا هحط مصادر. ليه؟ لان دايما انا بطلب من المشاهد العزيز، احنا حطينا لهم اهو خطوط الطول والعرض، يخش على جوجل ويبحث.
لكن اقول له اصل كذا جاب لي المصدر وقال لي اتفضل، لا، حقه عندي ان يكون في مصداقيه، مش حقه عندي ان انا اعرفه انا بجيب معلوماتي منين. ما اعتقدش. طيب